هذا الشاب يحكون عنه في طريق مكة إلى جدة حصل له حادث، وتعرفون سرعة الشباب بالسيارات هداهم الله عز وجل، كأن الدنيا لا تسعه، كأنه يقول إن هدي يا أرض ما عليك جدي، أو كما يقولون. حدث له حادث مروع خطير، ثم يقول والذي يحكي القصة حضر هذا المشهد، يقول فكنت أنا ومعي بعض الناس الطيبين الصالحين، فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها من الخارج قلنا ننظر حال هذا الإنسان وكيف أصبح، فنزلنا يقول فوجدناه في النزع الأخير من حياته، ووجدنا مسجل السيارة مفتوح على أغاني وأناشيد، على أغاني باطلة وأغاني غربية والعياذ بالله. يقول فأغفلنا الشريط ثم جئنا إلى الشخص فرأيناه في سكرات الموت، فقلنا هذه فرصة لعل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا الرجل في دنياه وآخرته. فأخذنا نقول له يا هذا قل لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى يهودي فيجد ابنه في سكرات الموت، فيقول يا غلام قل لا إله إلا الله، فينظر الغلام إلى أبيه فيقول الأب وهو كافر مشرك يهودي ملحد، يقول يا بني أطع أبا القاسم، يا بني أطع أبا القاسم، فيقول الغلام لا إله إلا الله، يقول الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يموت. يقول هذه الكلمة العظيمة ثم يموت يرحمه الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيقولون فجئنا إلى هذا الشاب نقول يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله. أتدرون أي كلمة تكلم بها وبماذا نطق في آخر حياته؟ وليته ما نطق وليته ما تكلم، لقد قال كلمة رهيبة كلمة عظيمة، قال والعياذ بالله إن عن دينك ودين دينك ما بدي أصلي ولا بدي أصلي، إلا عن دينك ودين دينك ما بدي أصلي ولا بدي أصلي، ثم مات والعياذ بالله. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.